الغلط اللي كيديروا كل مبتدئ في العقار. بزاف الناس كيحصروا العقار على السكن فقط، ولكن العقار كبر من يكون محصور على هذا الشيء. انا ايوب بي هذا الفونداتور ديال انفستير سون فرونتيير، استثمار محدود اللي كتوبيري صافي دي مارشي ايموبيلي. اول حاجه وهما المحلات التجاريه الصغرى والكبرى اللي كيكونوا مبلاصين مزيان، يقدروا يكونوا مطاعم ولا انشطه تجاريه اخرى، وكذلك المحلات الموجوده في المراكز التجاريه اللي كتحقق ارباح كبيره. ثاني حاجه وهو الكراء اليومي. ثالث حاجه وهما مواقف السياره، لي باركينغ، وخصوصا في المدن الكبيره الاستثمار كيكون قليل ولكن الارباح راها كبيره. الرابع حاجه وهما المزارع والاراضي الفلاحيه. وخامس حاجه وهما المستودعات لي ديب اللي يكونوا مخصصين لانشطه صناعيه ولا تجاريه، لان الارباح ديالهم فوق بزاف ارباح ديال السكن. واخر نوع من الاستثمار في العقار وهو استثمار حديث حاليا وهما مراكز البيانات، الداتا سنتر. الاستثمار كيكون كبير ولكن الارباح خياليه. الخطا ديال بزاف الناس انك يحطوا كل شيء وما كيستغلوش الفرص اللي كتخلي فلوسهم تخدم اكثر. في الفيديو الجاي غنوريكم الفرق ما بين الاستثمار في السكن والمحلات التجاريه وفين الفلوس ديالك كتجي. دير ابوني وخلي لي كومونتير، دير هذا الشيء وخليك على القرص.